يزداد بالإحسان. الله جمله لما أتى رمضان، عقد من الإيمان يزداد بالإحسان. الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجار، والأجر ندركه من دون ما نقصان. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان. الله جمله لما أتى رمضان، عقد من الإيمان يزداد بالإحسان. الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في مصحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مرة اشوف القناة تفعلي حالا زر الجرس على الكل وتزيد السبسكرايب الاشتراك. يا احلى وارق فراولية في حياتي. وزي ما احنا اتعودنا او وعدتكم ان هننزل فيديوهات حلوه قوي فيها تنسيقات حلوه قوي الفتره الجايه دي يعني. ان شاء الله استنوني بالليل هينزل فيديو حلو جميل جدا جديد وان شاء الله هيعجبكم. مبدئيا كده بالنسبه النهارده هنستخدم كذا ديكور وهنتكلم عليه بالتفاصيل. في ناس بتحب تقعد تفكر ازاي نبدا الديكور ونبقى اختارين لون، نبدا لون ايه طب الحاجات اللي هنحطها الاكسسوارز تبقى لون ايه. فمبدئيا بنات اتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه، فعلين زر الجرس ان هو كل حاجه تنزل تجيلكم. هتحطوا اللايك والتعليق وده انا واثقه فيه لان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. نبدا على طول. مبدئيا كده الناس اللي بتعشق اللون الجراي، في ناس يا بنات بتعشق اللون الجراي بشكل غير طبيعي. اللون الجراي عندهم ده طبعا كله يعني منهم اسماء صاحبتي، ونسيت اقول لكم وحشتوني بصوت اسماء صاحبتي. ففي ناس بتحب اللون الجراي جدا. طبعا بالنسبه للناس اللي مش عارفين يعني ايه جراي، اللي هو اللون الرمادي. وطبعا في الرمادي اللي هو او الجراي الفاتح، وفي الغامق، وفي اللون الجريش. اللون الجريش يا بنات بقى ده الجبار، كان مودرن قوي وموضه قوي الكام سنه اللي فاتت. يعني نقول ايه كده السنه اللي فاتت واللي قبلها كان طالع موضه قوي 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 قوي. يمكن السنه دي لا، يمكن اللي هو الالوان الخشبيه الفاتحه او الابيض او الاوف وايت اقصد هو اللي دارج المره دي. لكن بنتكلم على السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان اللون ده. طبعا فيها جماعة 3 ألوان مش بيبطلوا خالص، الجراي الأسود والأبيض أو الفواتح. خلاص كده اللي بيحب اللون الجراي الألوان اللي هنستخدمها النهاردة هتعجبه جدا جدا جدا. مبدئيا دي كده شقة بورتو اللي كنت ساكنة فيها قبل بيتي ده، فانا كان عاجبني قوي الديكور ده، حبيت ان انا اشاركه معاكم لان في ناس جداد معانا وفي ناس حتى من القدام. يعني انا عن نفسي يعني في حاجات نسيتها، يعني انا حتى بمنتج قلت يا ايه ده بجد كان في كده. فهنبدا ونتكلم. لما تبداي تنسقي او انت لسه في ايدك تقدري تتحكمي مثلا في الحوائط او الارضيات فاعمليها فواتح على قد ما تقدري. هتختاري اللون الجراي هتبقى الحائط اللي هو الجراي الفاتح خالص، يا ابيض يا جراي. خلاص مش هتعملي سن الفيل والاوف وايت واللي هو الحاجات دي خالص، لا يعني مش هتعملي ده. تمام. الارضيات نفس الحكايه، ويا سلام لو اللي هو اللون الرخامي. تمام. حتى البلاك اوت لازم يكون لون الكنب. السجاده لو ساده بنفس لون الكنب بتبقى قمر قوي. خلاص كده احنا اتكلمنا في اساسيات قشطه قوي. حلو ده كده كده. بص بقى طبعا احنا بنستخدم معانا هنا دخلنا لون قوي ناري، يعني احنا هنا بنلعب في لون ناري. اللون الناري اللي هو النبيتي او في احمرات دون او الوردي، دي الوان ناريه. اما الجراي والابيض والايس دي الوان بارده. فانا كده يعني عارفه بعمل حاجه قويه ان انا ادخل لون بارد مع لون دافي. هنا بالنسبه للجزئيه دي طبعا الكوشنات اللي هناك اللي هي بتاعت القلاب كانت من عند لومارشي. بالنسبه بقى للريش ده برضو كان من عند لومارشي. وحتى الورده الكبيره الجراي دي، الورده الكبيره دي من الحاجات اللي انا بعشقها. السيلفر داخل فيها كمان يا بنات، شايفين ان انا حاطه الريش نفس اللون.
طب ليه؟ بصي بشكل الجمالي لما تيجي ترسمي كأن انت عارفه، ما تيجي تنسقي بيتك عارفه بالظبط ايه، كأنك بترسمي لوحه. شوفي عينيكي مرتاحه لايه، شوفي عينيكي إيه جايبه ايه، شوفي عينيكي مثلا اخده ازاي كده. فدخلت الريش اللي هو على النبيتي، فكان شكله قمر قوي مع السيلفر فحكايه. بالنسبه للسجاده اللي انا هستخدمها حالا، دي لونها جراي فاتح، ودي كانت شاج من اعلى او من اجمل كمان بجد انواع الشاج اللي انا استعملتها. ليه؟ لان لما تيجي تستخدمي شاج بلاش الشاج المفتول اللي هو يدخلك فراغات التراب في النص، خليكي في الشاج الناعم اللي هو حتى تمشي عليه تحسيه زي القطيفه، في تنظيفه اسهل بمراحل. تمام. انا هنا اللامبدير ده هو يعتبر لامبدير اللي هو اللي عليه الورده، لان انا حاطاه على الترايبود يعني اللي هو التصوير اللي هو الاسود اللي تحت ده، الحامل التصوير، حامل الكاميرا، حامل الفون وما الى ذلك. فبصي بقى فراولتي بتعمليه مثلا على ستاند، او ممكن نعمل ستاند احنا من 3 عصيان للمقشه، وتحت بنجيب بولة ايس كريم ونحط فيها الاسمنت الابيض ونعملها كقاعده للحاجه. خلاص. ليه بقى يبقى لامبدير او بنكمله؟ يعني ايه لامبدير؟ ان احنا بنلفه باضاءات البيبي لايت والكلام ده كله. حابة أقول لكم معلومة، اللي بيحب الأضواء اللي هو حبل النور أو الحاجات اللي بنستخدمها في الديكوريشن يا جماعة، طبعا أنتوا عارفين إن إحنا دلوقتي إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب، كل عام وأنتم في طاعة، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم. إن الفترة دي فترة رمضان، خلي بالك الفترة دي اللي بيبيعوا الحاجات دي بيبقوا متوفرين، فلو انت من عشاق الحاجات دي يا بنات خدوا بالك ان الفترة دي لو حابة تجيبي تخزني هيبقى حلو قوي. ليه بقى؟ انا بعد كده بصراحه بيبقى الموضوع مش متداول، ترجعي تساليهم تقول لك إيه لا والله كان فتره رمضان وجماعه وخلص وكده. تمام. دي حاجه كنت حابه ان انا انوه عليها. الفترات دي طبعا في اسعار حلوه، في اسعار وخصومات حتى على الاجهزه الكهربائيه، انا ملاحظه في كام حاجه نازله كده، فاغتنموا الفتره دي. حتى برضو كنت سمعت ان في الخضروات والكلام ده كله الاسعار الى حد ما بيقولوا معقوله، لان هتعلى في رمضان، مش عارفه ليه بتعلى في رمضان كموسم يعني، فهم بيستغلوا المساله دي. هنا بقى الجزئيه دي استخدمت كتب الديكور، استخدمت كمان الورد اللي هو الشكل البلدي، الورد ده الصناعي بس بالشكل البلدي، فاهماني؟ باللون الاحمر. كمان في كمان اللي هي البومبنيرا اللي هي الجولد. كمان في المبخره اللي هي عليها كلمه تطيب، طبعا كلمه تطيب مشهوره بالسعودي يعني من الستايل ده سعودي يعني. هنا كلمه لاف حطيتها ناحيه مكتبه الشاشه. هنا بقى الجزئيه القمر دي اللي كنت وعدتكم بيها، ما قلت لكم انا عملت هنا ترند خليجي اول مره كنت اعمله بطريقه السيلفر، وكنت منزله منه دلايات اللي هي الورد، كانت قمر. ندخل على تاني ديكور تستفادي منه، وهو برضو على الجري، يمشي معاكي على الجري اللي هو الاصفر في الازرق. الاصفر في الازرق يليق طبعا جدا. طيب لو انا عندي مبخره زي اللي انا مستخدماها ادخل الجولد، يعني لو قدامك حاجه حليه اللي هي حاجه الاكسسوارز ما فيهاش اصفر، يعني ساعات مثلا المبخره مش هتبقى غطاها اصفر، هتبقى هي زرقاء وغطاها جولد، فنستعين او نبدل اللون الاصفر باللون الجولد. هنا اللي كان سالني قبل كده على الظهر ده كنت انا اللي مغيره بايدي، وانا اللي مدبساه، وانا اللي جايبه القماش وكل حاجه يعني، فاهمه؟ انا اللي عاملاه منجده السرير. ممكن نقدر بالدباسه وبتلفي ولا اي حاجه ولا اي افتكاسه، وكان القماش ده اسمه قماش الهايبر. هنا كده هنعمل برضو لون قمر قوي للجراي اللي هو الالوانات الازرق. كمان في الغرفه استخدمت الكوفرتا، والكوفرتا دي كانت تركي. الكوفرتا دي كنت جايباها من البيت التركي. كان في حد سالني ليلى ايه رايك في الملايات حلوه اللي نجيبها؟ البيت التركي اللي عند حي العرب، طبعا احنا بنتكلم على محافظه بورسعيد. البيت التركي عنده حاجات حلوه ومتفاوت، يعني تلاقي الاسعار كده والاسعار كده، حلوه قوي للعرايس. لما تيجي تجيب ستايلات حاولي تجيب الستايلات التركي اللي بيبقى فيها الكوفرتا بالخداديات بالملايه، بتبقى قمر قوي وشياكه. اخر حاجه ندخل بقى على فقره الساحر فقره القهوه. طبعا احنا بنعمل ديكوريشن في الدنيا هنا ازرق وكده وجراي، فانا هنستخدم كمان المج الازرق. قلنا كده او اتكلمنا عن المكنه دي مكنه تورنيدو ضمان توشيبا العربي بتاعه القهوه. في ناس قالوا لي ليلى هي بتدعم اللبن، اتاكدي قبل ما تشتري اي حاجه، قولي للبياع هل هي بتدعم اللبن او لا، لان في بعض الانواع تدعم وبعض الانواع لا. ما تنسوش اللايك والتعليق، هستناكم يا احلى ورق فراولات في حياتي. ارفعوا القناه، شيروا، بحبكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.